بُص يا صديقي، أنا اتعودت إن أنا لمّا باطلع أتكلّم معاك، أنا باطلع أتكلّم معاك بتلقائية، باتكلّم معاك من غير ما أنا باكون مرتّب الكلام، أو إن أنا أتكلّم معاك بناءً على سيناريو أنا كاتبه، أو كلام أنا كاتبه ومحضّره قبل ما أتكلّم معاك. بس خلّيني أقول لك يا صديقي إن إحنا النهارده هنتكلّم على موضوع الأهلي بالتعادل اللي حصل عليه والنقطة الثمينة اللي الأهلي اتحصّل عليها في ماتش يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا، اللي ضمنت للأهلي الصدارة ب8 نقاط. والاهلي على العموم فاضل له ماتش واحد، لو كسبه هنا مع الجيش الملكي في مصر بيضمن التأهل للدور ال 16 من غير ما يفكر في الماتش بتاع الجزائر. تاني موضوع معانا هنتكلم فيه وهو اليو ديانج. اليو ديانج اكتر واحد انا زعلان عليه كأهلاوي او كمشجع اهلاوي او كصحفي او كواحد بيقدم محتوى، ان ديانج هيمشي او ان ديانج بالفعل مشى، لان كلنا عارفين ان ديانج مضى لعقود مع فالنسيا على الانتقال كصفقة حر في نهاية الموسم أو بداية الموسم الجديد. تالت خبر معانا وهو كامويش أو كاموش بقى زي ما تسموه، المهاجم الجديد للنادي الأهلي. المهاجم اللي من أرقامه بيتقال عليه إن هو سفاح، أرقامه بتقولك إن المهاجم ده هيكون سفاح. هل هو هيكون سفاح؟ ما تقدرش إن أنت تجيب مهاجم من بره حتى لو كان بيجيب لك في الماتش جونين كل ماتش، ممكن يجي مع الأهلي يفشل. فاكر يا صديقي والتر بواليا اللي كان في الجونه، اللي كان مكسر الدنيا ومدغدغ الدنيا في الجونه؟ الاهلي لما جابه ما قدمش حاجه ومشي. وبرضه يعني الناس كلها بتقول لك ابراهيم مايلي او فيستون مايلي حاليا، او ابراهيم مايلي حاليا اللي مع بيراميدز كسر الدنيا وكل حاجه، انا معاك تمام. بس انا اكتر واحد شايف ان هو كان مكسر الدنيا الموسم اللي فات فقط. الموسم السنه دي انا ما شفتلوش حاجه، وعارف ان هو لو كان جه الاهلي، وده مستبعد جدا لان هو بيتكلم في 5 مليون دولار، وبيراميدز اللي يقدر يدفع الرقم ده مش الاهلي. بس الاهلي لو كان جابه كان الاهلي هيخسر كتير، الاهلي كان هيخسر كتير في المهاجم ده ويدفع فيه كتير، وما كانش هيأدي بربع اللي هو كان بيأديه مع بيراميدز. رابع حاجه معانا وجمهور الزمالك اللي بيحفل على الاهلي، اللي بيستظرف على الاهلي، اللي طالع يقول لك ان الاهلي مش قادر ان هو يعاقب امام عاشور، وان امام عاشور راكب الاهلي، وان امام عاشور هو الكبير في النادي الاهلي، والمبادئ والكلام ده كله بقى، والتحفيل اللي شفناه من جمهور الزمالك على موضوع امام عاشور مع النادي الاهلي. قبل ما ابدا واتكلم في اي موضوع، يعني اللايك مش هياخد منك ثانيه واحده يا صديقي. اللايك اللي انت هتنزل تعمله تحت الفيديو مش هياخد منك ثانيه. الاشتراك اللي هتنزل تعمله علشان تكبر لي قناتي، ولو عايز ننتشر والمحتوى بتاعي ينتشر، برضو مش هياخد منك ثانيه. انا باجي اقدم لك محتوى انت بتحبه وتتفرج عليه، ما تبخلش عليا ان انت تعمل لايك وتعمل اشتراك عشان تكبر قناتي وتساعدني ان انا الموضوع بتاعي ينتشر والفيديو بتاعي ينتشر والقناه بتاعتي تبدا تكبر. يعني الثانيه اللي هتاخدها في اللايك والاشتراك ممكن ما تفرقش معاك يا صديقي، بس صدقني 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 هتفرق معايا جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نبدا صلي على سيدنا محمد اشرف الخلق وخاتم الانبياء. الاهلي يتعادل 1-1 في يانج افريكانز في ماتش اخطأ فيه ديانج وتم تصحيح الخطأ من ديانج. في ماتش ديانج كان السبب في دخول النادي الاهلي في الهدف اللي جه فينا في اخر دقيقة، او يمكن اخر بعض ثواني في الشوط الاول. الشوط الثاني ديانج يجيب نفس الجون بس لينا ونتعادل 1-1. ماتش بعنوان لماذا يلعب طاهر كرة القدم، وتحتيه لماذا يلعب زيزو كرة القدم. بجد الماتش ده، يعني انا مش هعتب على المدرب. هو انا اكتر واحد شايف ان المدرب ما عندوش اختيارات بسبب اللي عمله امام عاشور. انا كلو مدرب واتفاجئت بعد ما كنت مرتب كل حاجه في دماغي ان انا اللعيب ده اللي هيلعب معايا في الماتش الجاي، واتفاجئ ان اللعيب اتعولق واللعيب راحت عليه نومه واللعيب قفل تليفونه وملوش مزاج ان يلعب، فانا تلقائي انا ما بقتش عارف انا هلعب بمين. انا ما بقتش عارف مين اللي هبدأ بيه. طب هبدأ بأي ب... بن رمضان خارج المستوى بتاعه وجايبينه من ماتش ما فيش غير، ما لعبش بس غير الماتش بتاع بورتو في كأس العالم. طب هبدأ بأشرف بن شرقي، أشرف بن شرقي لسه راجع من إصابة، فأنا ما قداميش غير طاهر. فالمدرب مش هقدر ان انا اعاتب عليه على طاهر. ليه بقى؟ لان هو ما قداموش غيره. انا قلت لك اللي حصل كله، قلت لك بن رمضان ايه ظروفه، وقلت لك اشرف بن شرقي ايه ظروفه، فما قداموش غير طاهر. طاهر حلو، طاهر وحش، اهو لازم لعيب ينزل يسد خانه في الملعب. طيب طاهر من قبل المدرب ده وقبل المدرب اللي قبله وقبل المدرب اللي قبله وقبل المدرب اللي قبله وقبل المدرب اللي قبله جه لعب في النادي الاهلي بما يعادل اكتر من موسم، ما عملش وما قدمليش حاجه تذكر
مع النادي الاهلي من ساعه ما جه، او سجل لي هدف يذكر عليه القيمه من ساعه ما جه. الله الوكيل، مفيش غير الهدف بتاعه يا عزيزي المشاهد لو تتذكر قدام الرجاء في السوبر الافريقي، اللي الرجاء كان كسبان 1-0 لحد الاخر، والجون اللي جابه بعد شويه لعب حلو من اللعيبه هو الجون ده اللي جابه. كل الاجوان اللي جابها لا تذكر وملهاش اي لازمه. شفناه لما طلع في ماتش الزمالك، او لما كان بيلعب في ماتش الزمالك اللي كان الزمالك كسبان 1-0 بضربة جزاء عبد الله السعيد اللي الشناوي صدها، وبعد كده دخل حسام عبد المجيد عملها شمسها في المقص. شفنا ان كان طاهر بيلعب في الملعب وكان الاهلي وحش. لما طاهر طلع ونزل حسين الشحات، يعني الشحات قدم لنا ماتش خلانا نلعن طاهر على اليوم اللي جه النادي، على اللي اختاره يجي النادي. طيب انا عايز افهم، هو حسين الشحات ايه مشكلته ان هو يلعب في الملعب؟ ايه مشكلته ان هو يقعد زيزو؟ هو عشان زيزو بياخد اكبر عقد في النادي الاهلي واعلى راتب في النادي الاهلي وجايب بصفقه جماهيريه واخر عليه ضجه وكل ده، ان هو ما يقدرش ان هو يقعد؟ يعني المدرب لو قعده هيجرى له حاجه؟ النادي هيكلمه يقول له يا ابني حرام تقعد زيزو؟ ما عنديش انا الكلام ده. انت في الاهلي اللي هيأدي لي هو اللي هيلعب. زيزو شفناه من اول افريقيا وهو كان خرا مع حسام حسن كان وحش، رجع معانا كام 3 ماتشات اللي لعبهم كان وحش، لعب معانا ماتش يانكي هنا كان وحش، لعب معانا ماتش وادي دجله عمل اسيست وممكن واخد كمان جايزه رجل المباراه وانا شايفه بيأدي وحش. لعب معانا الماتش التاني بتاع العوده بتاع يانك افريكانز وبرده كان وحش. فالقصه دي كلها بتخليك تقول سؤال واحد: لماذا يلعب زيزو كره القدم؟ ولماذا يلعب طاهر كره القدم؟ يعني حوار ان طاهر بيلعب ده بيقول لك حاجه واحده فقط، بيقول لك ان انت ركز على تعليمك وخد لغه والعب، حتى لو انت ما بتعرفش تلعب كوره معاك واسطه هتلعب. يعني انا عاوز اعرف مين واسطته في النادي علشان يبقى مجبور علينا ده كله؟ مش هو اللي مجبور علينا، احنا اللي مجبورين ان احنا نتفرج على طاهر محمد طاهر في الملعب. لا اداء ولا دفاع ولا استلامه ولا مهاره في طاهر. زيزو ولا اداء ولا استلامه ولا مهاره في زيزو. شفنا له كوره كان رايح هجمه مرتده كانت كفيله ان هي تقلب لك الماتش كله، اتردت علينا بجون علشان البيه لا عايز يبين نفسه ان انا راجل متعاون، ان انا راجل بساعد زمايلي، ان انا راجل ما بحبش اطمع. يعني انت في الكوره اللي ما طمعتش فيها كنت عايز لازم تطمع فيها، وفي الكوره اللي ما ينفعش تطمع وتباصي برضو ايه طمعت فيها. فانت يعني انت ماشي عكس. عارف الكرة دي خلتنا ننسى مجهود المهاجم الموهوب الجبار مروان عثمان وتاكا. الواد ده يا جدعان انا بقول ان هو موهوب وهيقدر ان هو يفيد النادي الاهلي وعنده حماس وجعان كوره. النادي الاهلي حاليا بيدور على اللعيبه الجعانه كوره، اللعيبه اللي عايزه تنزل تقول لك انا جعان بطولات، جعان كوره في اجواء النادي الاهلي، عايز انزل ابدع علشان الجمهور تسقف لي ويبقى ليا مكان عند الجمهور. محمد شريف النهارده لما بينزل، ويا رب ما اشوف الملعب، يعني الملعب مش هيستحمل يبقى فيه كوكا ويبقى فيه طاهر ويبقى فيه زيزو ويبقى فيه محمد شريف. يعني تخيل الملعب فيه الاربع لعيبه دول، تخيل بقى الجمهور هيبقى حاسس بايه؟ يعني الايه هيبقى حاسس بايه بقى؟ ما هو انا مش فاهم. تخيل احنا بسم الله ما شاء الله تكمل العته ده وننزل لهم محمد شريف بالمره. محمد شريف اللي فقد اساسيات الكوره، لا عارف بيهاجم ازاي ولا عارف بيشوط ازاي ولا عارف بيباصي ازاي ولا عارف يتحرك ازاي. فمروان عثمان وتاكا اللاعب ده يا جدعان جبار موهوب، يجي منه جعان كوره، وحط بين قوسين كلمه جعان كوره. النهارده اللاعب اللي بيجي النادي الاهلي جعان كوره تقدر تاخد منه بطوله واثنين وثلاثه وعشرة علشان عاوز يعمل لنفسه اسم. ما شاء الله كل اللعيبه اللي بقت في الاهلي دلوقتي كلهم معلمين، بعمل لهم اسم واثنين وثلاثه، وما شاء الله سمعتهم سابقاهم. فمفيش حد منهم بيقول لك انا عايز اتعب، انا عايز اجري ورا الكوره، انا عايز اعمل سبرنت، انا عايز اعمل اسيست عشان الناس تهيص لي. خلاص يا باشا انا بلعب وبتعالى على الكوره. لا يا حبيبي فوق لي هنا. هنا اللي بيتعالى على الكوره بياخد فوق دماغه. الكوره مش معروف انها تتعالى عليها، او الكوره مش بتعترف باي لاعب يتعالى عليه. هتتعالى على الكوره هتاخد فوق دماغك. الكوره بتوقع اي حد بيتعالى عليها. فالنادي الاهلي يتعادل تعادل ايجابي بنتيجه 1-1 في ماتش بعنوان لماذا يلعب طاهر كرة القدم، لماذا يلعب ديانج كرة القدم.
وبأقدام ديانج بخطأ من ديانج لبسنا جون وبهدف لديانج بعد 931 يوم لم يسجل ديانج مع النادي الاهلي. النهارده الكوره بتكافئه لانه سالك، لعيب نظيف، لعيب بيحب الخير للكل، لعيب. وحط بقى الحته دي بقى 15 خط كده قبل ما نروح للموضوع اللي بعده بتاع ديانج. لعيب عارف ان هو ماشي اخر الموسم، وعارف ان انت ما رضيتش تجدد له، وعارف ان انت رفضت ان انت تخليه يروح فالنسيا الفتره دي، وهو خلاص استسلم بالوضع وقال لك ماشي انا معاك وهمشي اخر السنه مع الفريق الجديد اللي انت رفضت ان انا اروح له. وغير كده بيلعب معاك وبيأدي بكل ما اوتي من قوه، بيلعب بحماس، بيلعب برجوله. وهو ده الفرق بين اللاعب المحترف واللاعب اللي شبه امام عاشور اللي ربنا مديله كل حاجه بس مش مديله احتراف، مش مديله عقليه، مديله موهبه بس مش مديله عقليه. ونخش على الموضوع التاني. موضوع ديانج ده أسوأ موضوع أنا ممكن أتكلم فيه، وأكتر موضوع مزعلني جدا إن أنا ممكن أتكلم فيه معاك يا صديقي. وقبل ما أتكلم فيه انزل افقع اللايك بتاعك واعمل الاشتراك واكتب أي كومنت تحت، بس يا ريت يكون كومنت لذيذ. طب أقول لك، انزل اكتب في الكومنتات صلاة على النبي واذكر الله. ويلا بينا نخش على موضوع ديانج علشان ما نطولش الحلقة عليكم زي كل مرة. موضوع ديانج ده زي ما قلت لك أسوأ موضوع ممكن أتكلم فيه على مر تاريخ الفيديو او مر تاريخ الفيديوهات اللي انا بعملها على اليوتيوب. ديانج من احسن اللعيبه اللي انا شفتها جت لعبت في النادي الاهلي على مر الفتره من اول ما بدات اشجع كوره، مش على مر التاريخ بقى لان انا ما اعرفش التاريخ كله ايه، على مر ما انا بدات اشجع كوره. ديانج معاك بقاله اكتر من 6 سنين، لا عمره قل ادبه، لا عمرك سمعت له مشكله، لا عمره زعل ان هو بيلعب كل فين وفين، لا عمره قال لك لا انا عايز العب ويا اما ما اخد زي صاحبي واخد زي غيري. لعيب مركز في شغله. انا جيت انت مضيت معايا عقد كذا انا ملتزم بالعقد. جاله بدل العرض واحد واثنين وثلاثة واربعة وهو موجود في النادي الاهلي، والاهلي قال له معلش احنا عايزينك ومتمسكين بيك لان انت الركن الاساسي في منتصف الملعب بتاع النادي الاهلي. قال لك يا باشا على عيني وعلى راسي وانا ما عنديش مشكله، لعيب ملتزم. فلما الاهلي ما يعرفش ان هو يجدد مع ديانج فدي حاجه مزعلانه قوي. لعيب احنا هنخسره مش هنعرف نعوضه، لعيب مش هنعرف نعوضه. انا عندي ازعل على ديانج ان هو يمشي اكتر من زعلي على امام عاشور لو مشي. امام عاشور لو مشي يلا، هي كانت صفقه اصلا من الاول بايظه وصفقه ما كانتش لازم انها تيجي، بس يلا. فلو مشي انا هزعل على ديانج اكتر ما هزعل على امام عاشور. فكان لازم ان احنا نجدد لديانج باي طريقه، بجد كان لازم ان احنا نجدد لديانج باي طريقه. بس فشل التجديد مع ديانج ده اكتر حاجه مزعلاني. ما كنا لان احنا هنخسر لعيب زي ديانج. لعيب ده ما ينفعش يتخسر يا جماعه. شفناه النهارده اخطا في كوره بتاعت ماتش يانج افريكانز اللي انا اتكلمت فيها في الفقره الاولى، وفي نفس الماتش الشوط التاني ربنا كافئه وكرمه بلعبه بنفس الخطأ اللي هو عمله اتعمل قصاده فدخل منها جون بوش رجل. انا ما شفتهوش زي انا ما شفتلوش زي وش رجل بتاع ديانج يا جدعان. اللعيب ده لو اشتغل على الفينش بتاعه هيبقى لعيب خرافه. ديانج لو اشتغل على الفينش بتاعه هيبقى لعيب خرافه. طيب موضوع ديانج انا اختصرته لك او انا هقوله لك خلاصة كده، لان ديانج الاهلي عرض عليه قبل افريقيا ان هو يجدد وقال لهم استنوا افريقيا يمكن يجي لي عرض. لعب في افريقيا مع مالي وبالفعل جاله عرض من فالنسيا الاسباني، والاهلي كان مقدم له عرض اقل في التجديد من العرض ده. وهو كان قايل لهم لو جال اي عرض اوروبي انا هوافق عليه حتى لو العرض بتاعك اكبر من العقد اللي انت من اللي متقدم لي. وبالفعل فالنسيا يقدم لي ديانج عرض ما يترفضش، وديانج قال لهم ابوس ايديك ووافقوا ان انا امشي دلوقتي. بس الاهلي قال له انت ركن اساسي في تشكيله النادي الاهلي فمعلش خليك معانا لحد نهايه الموسم. وده اللي تم الاتفاق عليه، وبناء عليه فالنسيا تم التوقيع بينه وبين ديانج على عقود انتقال صفقه حره نهايه الموسم. فانا اكتر واحد زعلان على موضوع ديانج، بس قدر الله ما شاء فعل. وهو ده مستقبل اللاعب وهو دي سنة الحياة، ومش هتقدر تاخد اكتر من اللاعب في الملعب. احنا خدنا منه 6 سنين، ربنا يوفقه في الخطوات اللي جاية ويكبره اكتر من كده واشوفه انجح لاعب. انا بحب ديانج جدا جدا جدا. ويلا بينا نخش على الفقرة التالتة. النادي الاهلي يتم الاعلان النهارده
او الاهلي اعلن النهارده على صفقه المهاجم كاموش او كامويش او زي ما انت عايز تسميه سميه. الاهلي يتم الاعلان او اعلن صفقه المهاجم الجبار بناء على ارقامه. لو جينا نتكلم على الارقام بتاعته هقول لك مهاجم جبار. طب في الملعب الله اعلم. شفنا الاهلي لما راح اشترى والتر موباليا من الجونه وكان مدغدغ الدنيا مع الجونه وجاب في الاهلي اكتر من هدف، والناس كلها قالت لك ده مهاجم سفاح، هاتولنا يا خطيب، عايزين المهاجم ده يا خطيب ابوس ايدك، هاتولنا من الجونه بتاعتنا نقدر نجيب اللعيب. وبالفعل الاهلي راح خلص مع والتر مواليا او بواليا زي ما انت عايز تسميه قول، وجه النادي الاهلي بقى بطه بلدي. شفنا اكتر من مهاجم بيجي في الاهلي او اكتر من صفقه بتبقى مدغدغه الدنيا بره، وتيجي النادي الاهلي تفشل 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 فشل ذريع تام. فالنهارده الاهلي يعلن عن المهاجم الجديد او تم الاعلان عن المهاجم الجديد اللي هو اسمه كمويش بإعارة 6 شهور، أو تم شراء المهاجم أو تم توقيع بمعانا مع المهاجم ب6 شهور إعارة. لو المهاجم كويس كان بها، المهاجم وحش لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ودي أكتر حاجة أنا بحبها في الإدارة حاليا، إن إحنا بقينا أغلب الصفقات بدنا نجيبها إعارة. شفنا صفقة أشرف داري للأهلي لبسها، لو كانت جاية إعارة ما كانتش حصلت الدوشة دي كلها. فاكر صفقة يحيى عطية الله؟ كان جاي إعارة، لما خلص الإعارة مع السلامة يا حبيبي سلام عليكم، خد بقية فلوسه شكرا ولا أي اندهاش. إنما أنت لبست أشرف داري، فالمهاجم ده جاي إعارة 6 شهور تقدر تقيمه مع أحقية الشراء في نهاية الموسم ب1.5 مليون. والله لو قدم كويس وقدم مردود كويس وظهرت الأرقام اللي هو مقدمها مع الأهلي، نشتريه عادي عادي يا باشا، خلص لك فيه ونشتريه ولا اي اندهاش، ولا كانه ما ايه، ولا كاننا تعبنا نفسنا نطلع ندور على مهاجم. والله ما قداش مع الاهلي ومروان عثمان الموهوب احسن منه، فخلاص يبقى نروح نرجعهم. خد يا باشا، خدنا 6 شهور بتوعنا، دفعنا الفلوس، اتفضل شوف واحد تاني هاتوا اعاره، وكان بي هكذا. فانت الاهلي ماشي بالحوار ده وانا عاجبني جدا الحوار ده. فالنادي الاهلي النهارده تم الاعلان عن صفقه المهاجم كموش او كميش زي ما انت عايز تقول قول، في انتظار اداء اللاعب في الماتشات الجايه. ويا ترى هنشوفه هيخش القايمه من الماتش اللي جاي، ولا الكابتن القدير ياس سرب مدير الفني النادي الاهلي هيطلع يقول لك ان اللاعب غير مؤهل بدنيا وغير مؤهل نفسيا وغير مؤهل معنويا وغير 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 والكلام ده كله، وهيتم استبعاده من القايمه لحد ما ينزل بقى زي ما هو حابب؟ ولا هيعتمد على مروان عثمان في الفتره الجايه وهيركن المهاجم على الدكه زي ما كلنا شايفين صفقات النادي الاهلي الاجنبيه كلها هتكون على الدكه؟ ما شاء الله ما شاء الله، الاهلي اكتر فريق يشتري لعيبه اجنبيه ويركنها على الدكه. شفنا بن شرقي على الدكه، شفنا بن رمضان على الدكه، مين تاني على الدكه؟ جردشار كان على الدكه. فما شاء الله يعني اغلبيه صفقات النادي الاهلي كلها بايظه، او مش كلها بايظه. اشرف بن شرقي الصراحه الوحيد اللي خارج التقييم، لاعب مزاجنجي بس لاعب بيأديك في الملعب حلو، لاعب بص ممكن في الثانيه يخطف لك جون يخلص لك الملعب. وشفناه في ماتش الزمالك لما اترفعت له عرضيه وسرح من ورا المدافعين ولبها في عواد وايه، وكسبنا السوبر. فيا رب نشوف المهاجم ده يكون على قدر المسؤوليه بتاعه تيشيرت النادي الاهلي ويقدم مع الاهلي ارقام واحلى من الارقام اللي موجوده عنده وعلى فكره بمناسبه ذكر الارقام، المهاجم ده لعب 99 ماتش، سجل 41 هدف وعمل 11 اسيست. ارقام كويسه، ارقام كويسه لما يكون واحد لعب 99 ماتش وساهم في 52 هدف. مهاجم كويس. انت لو رجعت كل المهاجمين بتوعنا شيل وسام على جنب، لان وسام خارج التقييم، هتلاقي المهاجمين بتوعنا كسح كتع كسل ما شاء الله يعني كلهم. خش على الفقره اللي بعدها. ونيجي بقى لاهم موضوع. الموضوع ده انا لما بتفرج عليه على النت هتكلم هنا بقى، الفقره الوحيده اللي هتكلم معاك بصيغه مشجع اهلاوي. مش هيفرق معايا بقى ايه انا بتكلم، يعني لو هنا لو في حد بيتفرج عليا هنا وكان زملكاوي ووصل للفقره دي، انصحك ان انت ما تكملش الفيديو، لان انا هنا هتكلم بصيغه مشجع اهلاوي. لا هيفرق معايا بقى زملكاوي مش من زملكاوي، انا اللي شفته الفتره اللي فاتت او الايام اللي فاتت من الزملكاويه خليني امسك الفيديو. بص ال20 دقيقه اللي فاتت دي كوم، وال20 دقيقه مش هينفع انزل الفيديو 40 دي، والفقره اللي جايه دي كوم تاني خالص. فنصيحه لو انت زملكاوي اطلع من الفيديو، بس قبل ما تطلع انزل اعمل لي لايك يا صاحبي، يعني برضه انا بقول لك اطلع من عشم فيك، انزل اعمل له لايك بقى وتفضل، يلا مع السلامه وسيبنا اتكلم كمشجع اهلاوي.
الفتره اللي فاتت موضوع امام عاشور، الله يعني منه لله، مش هدعي عليه يعني، مش هقول الله حاجه يعني، فمنه لله طلع علينا الزملكاويه من الجحور بتاعتهم بطريقه مستفزه. خلى الزملكاويه اللي ما كانش ليهم اي صوت ان هم يتكلموا، من اداء بقى معفن للفريق بتاعهم لوقف كده، يعني الزملكاويه نسيوا ان عندهم مشاكل، نسيوا ان عندهم لاعب بيبوسوا ايديه علشان يرد عليهم ويرجع يلعب تاني اسمه بنتايج. نسيوا ان عندهم لاعب اسمه عبد الله السعيد بيتمرن معاهم ورافض ان هو يلعب في عز ما انت بتلعب ببعض الناشئين او بتحط لعيبه ناشئين، او هو شايف ان هو ما معهوش لعيبه يقدر يلعب بيها، ورافض ان هو ينزل يلعب علشان خاطر مش بياخد فلوسه. ونسيوا ان هم موقوف الكيك بتاعهم 10، انا تقريبا قلتها ولا ما قلتهاش، لا اتذكر. سابوا كل ده، وسابوا فشل مجلس الاداره، وسابوا فشل النادي بتاعهم، وسابوا فشل الفريق بتاعهم، وطالعين يتكلموا على اسيادهم، وطالعين يتكلموا ان الاهلي فقد المبادئ، وان فين يا اهل المبادئ، وان امام عاشور بيلبكوا، وان امام عاشور ركبكوا، وان امام عاشور بيتحكم في النادي، يا حبيب قلبي انت طلعت من الجحر، يعني انت طلعت من الجحر امتى؟ مش قبل ما تطلع تخبط علشان نفتح لك طريق كده، نضاف لك الزريبه علشان تخش فيها تتكلم فيها؟ ما هو مش طبيعي، مش طبيعي لما يكون واحد متداس عليه من طوب الارض، من النادي بتاعه، من اسياده، وما هو حركه جنبنا يطلع يا باشا هلل واطلع زيط، ما هي مش هتمشي، مش هينفع، مش مقبوله. حتى يعني الصفحه اللي اسمها صفحه ايطاليان زملكاوي، لو الزمالك مغلوب، هي بعد الماتش ما يخلص ينعل ابو القايمه، ينعل ابو المجلس، مش عارف ايه، وتقعد تعيط وشكرا، ما تسمع لهاش حس تاني. وتيجي تاني يوم تلاقيها منزله بوست واحد لمده ايه 48 ساعه و24 ساعه. تعالى بقى في حاجه عند النادي الاهلي، يا لهوي، كل 3 دقايق بوست، 3 دقايق بوست، دقيقتين بوست، مش عارف ايه. ليه بقى؟ لان كلنا عارفين ان القاعده الجماهيريه للنادي الاهلي اكبر من القاعده الجماهيريه لنادي الزمالك. قوه سوشيال ميديا نادي الاهلي اكبر من قوه سوشيال ميديا نادي الزمالك. فلما الزمالك عاوز، او لما جمهور الزمالك عاوز يعمل ريتش على الموضوع ده، فهتلاقيهم كلهم نازلين سلخ 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 بوستات. ليه؟ هو انت لو دخلت على الصفحه اصلا وبصيت على الكومنتات كلها، هتلاقي كلها بلا نزاع اهلاويه، كلهم بيشتموه. فهو هنا على الريتش، هنا دخل فلوس، لما الريتش يعلى بشتيمه معاه مش مهم، نشتم بقى كرامتنا في داهيه مقابل ان احنا نعمل ريتش ونعمل فلوس. فبالتالي كل صفحات الزملكاويه ما بتصدق موضوع زي ده، واجري يا معلم هاتوا فين مبادئك فين. طب يا حبيبي اللاعب اعلن ونزل بيان شفت اللاعب، وطبعا هو من جواه بيبقى محروق وشايط ودماغه بتطلع صداع وبص وحاجه جنان. بص بص امام عاشور بيضحك عليك وبياكل بقالك حلاوه، و2020 اعتذر، و2022 اعتذر، و2026 اعتذر، و2095 اعتذر. طب بص، هو في لاعب كان عنده تقلبات في المعده واسهاله ومش سخونيه يقفل تليفونه؟ حاجه قمه العبث من جمهور الزمالك بجد. بجد الموضوع انا لو قعدت اتكلم فيه من السنه الجايه مقرف. والله ما دمكم كويس، والله ما دمكم حلو، والله انتوا شغل اللي بتعملوه كله شغل عواطليه وشغل علوق وشغل عوالم زي ما بيتقال، ما فيكوش حد عدل يطلع يتكلم. والاخ الاعلامي اللي اسمه خالد الغندور طالع يزيد ويقول لك امام عاشور ومش عارف ايه، وبيتكلم وعمال يعمل. طب انت فين يا حبيبي؟ انت فين مشاكلك؟ انت عندك مشاكل بالهبل في النادي بتاعك وما شفتكش اتكلمت. فانت فين في الهيصه دي كلها؟ وبس كده، مش هطول عليك اكتر من كده علشان الموضوع ما لو فضلت اتكلم الموضوع هيأفر قوي، وانا مش عايز اتكلم عليهم واعمل لهم قيمه، لان هم ما يسووش اي حاجه. وتصبحوا على خير.